عندي كلام كتير. لو بتحب المسلسلات اللي فيها غموض وجريمة بس بلمسة كوميديا كده يبقى المسلسل ده ليك. مسلسل برستيج مسلسل بيتكلم عن مطعم في وسط البلد اسمه برستيج. المطعم ده بيتقابل فيه مجموعة من أطياف الناس، هنعرفهم بالترتيب. وجوه المطعم ده بيجي خبر إن في عاصفة جامدة جدا ورعد وبرق حاصل، وإن العاصفة والسيول دي بسببها حصلت كهرباء في الشوارع بسبب الإنارة، وإن الشوارع كلها متكهربة، وإن ممنوع حظر التجوال لغاية ما العاصفة دي ما تروح. فمضطرين إن هم كلهم يقعدوا مع بعض في نفس المطعم. فيا ترى إيه اللي هيحصل؟ المسلسل بيتكلم عن شخصية أكرم اللي بيقدمها محمد عبد الرحمن. أكرم هو ويتر شغال جوه المطعم ده من زمان، وعارف إن المطعم ده المفروض إن هو كيان عريق جدا، ومن زمان قوي من أيام عبد الحليم حافظ ونجيب الريحاني ونجيب محفوظ. وصاحب المطعم مستر بسام هو اللي عارف الحقيقة كلها. وجوه المطعم ده بيتقابل مجموعة من الأشخاص: المستشار إبراهيم اللي بيقوم بدوره مصطفى غريب، وتامر الجمال الشخصية والكاركتر اللي عاملها أحمد داوود، وشوية ناس تانيين بيتجمعوا جوه المطعم. بيبقى الهدف من الموضوع كله إن إحنا بنبتدي نتعرف على الشخصيات واحدة واحدة. باين جدا إن شخصية عبد الرحمن في المسلسل هي الشخصية اللي بتقود الأحداث كلها. في نفس الوقت في شيف شغال مع عبد الرحمن، ست عندها مشاكل، ولغاية دلوقتي في غموض مش طبيعي. بتبتدي الأحداث بإن المطعم بيفتح وإن الناس كلها بتروح المطعم ده. بس بعد ما بتروح المطعم وبتقعد فيه بيحصل مشاجرة ما بين مستشار إبراهيم وبين تامر الجمال. وبعد الخبر بتاع موضوع العاصفة اللي بره دي الدنيا بتتقلب خالص والنور بيقطع، بيتولع النور مرة واحدة. بنلاقي إن تامر الجمال مات. وساعتها هم بيبتدوا يشكوا في بعض، يعملوا التحقيقات وبيبتدوا يشوفوا سير الموضوع هيمشي إزاي. فيا ترى إيه اللي ممكن يحصل؟ مع العلم إن في الحلقة التانية مات مستر بسام صاحب المطعم. فيا ترى مين المجرم اللي معاهم؟ ويا ترى المجرم اللي معاهم ده ايه دوافعه عشان يعمل كل ده؟ مسلسل برستيج من المسلسلات الحلوه اللي نزلت بعد رمضان، نازل جديد على يانجو بلاي. انصحكم انكم تتابعوه. مسلسل بلايت كوميدي، طبعا عبد الرحمن توته موجود ومصطفى غريب، ففيه كوميديا حلوه جدا، وفي نفس الوقت الغموض اللي متعودين عليه في مسلسلات الجرايم اللي بيعملها عمرو سلامه. المسلسل من اخراج عمرو سلامه، يا ريت تتابعوه. ما تنساش تعملوا فولو، وهستنى رايكم في الكومنت. سلام.